كان بيجيب شوية لب وسوداني ويبيعهم لأصحابه في المدرسة الابتدائي. ولما كبر شوية بدأ يتاجر في الأجهزة الإلكترونية، لغاية ما وصل النهاردة إنه بقى صاحب أكبر علامة تجارية مصرية لتصنيع المراتب في مصر. أصغر رجل صناعة في مصر صاحب مجموعة فانتازيا لتصنيع المراتب والفرش الفندقي اتولد في بيت بسيط جوه قرية صغيرة في كفر الشيخ اسمها كفر الجرايدة، وتحديداً سنة 1988. لكن قبل ما نتكلم أكتر عن فانتازيا، تعالوا الأول نتعرف على أحمد رجب الشافعي. أحمد كبر لقى والده تاجر جملة كبير، كان دايما يشوفه بيشتري حاجات ويبيع حاجات، لغاية ما لقى نفسه عايز يعمل زيه. فقام واخد من والده شوية بونبوني على لب وسوداني وراح يبيعهم لأصحابه في المدرسة. عشان كده قرر يشتغل مع والده من وهو في إعدادي، وفضل يكبر في الشغل شوية بشوية لغاية ما قرر هو ووالده إنهم يصنعوا مشروب غازي مصري. وفعلا اختاروا الاسم واشتروا المصنع والأجهزة وكل حاجة كانت ماشية زي الفل، مش ناقص بس غير إن هم يبدأوا التصنيع. لغاية ما بيجي يوم شقلب القصة تماما. بيحكي أحمد وبيقول إن في يوم جده طلب منه يشتري له مرتبة طبية، وفعلا اشترى له واحدة. لكن ما يعديش شهر من وقت الموقف ده إلا ولقى أحمد جده بيكلمه وبيقول له: رجع لي مرتبتي القطن تاني، المرتبة اللي انت جايبها دي بوظت لي ظهري. ولما نزل أحمد عشان يدور لقى إن ما عندناش اختيارات كتير للمراتب في السوق، مع إنها معدية ال20 نوع. المهم عشان ما يزعلش جده قال له: خلاص سيبك منها وهنجد لك أنا واحدة. وفعلا نزل اشترى كل المواد الخام وعمل له مرتبة بإيده. مين بقى سمع الحكاية دي؟ والده. قام قايل له: اشمعنى جدك؟ أنا كمان عايز مرتبة. بعدها بشوية اتفاجئ بصاحبه بيكلمه وبيقول له: أنا عايزك تعمل لي مراتب الشقة كلها. ساعتها التاجر اللي جوه أحمد طلع وبدأ يقنعه إن الموضوع ده ممكن يتحول لمشروع حلو. وفعلا بيتعرف على عماد الزين صاحب مصنع مراتب وتاجر مواد خام، واللي ساعد أحمد يعرف معلومات أكتر عن الصناعة. ومش بس كده، ده كمان ساعده إنه يشتري أول مكنة بدأ بيها شغل، وكمان شجعه يبني اسم لنفسه. ولما ربنا كرمه أول حاجة فكر يعملها إنه يفتح محل يبيع فيه المراتب اللي هو مصنعها في قريته كفر الجرايدة. وعلشان ينتشر أسرع قام واخد المراتب بتاعته وبدأ ينزل يلف على التجار بنفسه في كل المحافظات علشان يعرض عليهم المراتب. المفاجأة بقى إن مفيش تاجر شاف المرتبة إلا وانبهر بجودتها، لدرجة إن اللي اشترى منه كان يتفق معاه على كمية تانية. ولما الطلبات زادت وبقى محتاج مساعدة، قرر يقنع والده وعمه واخواته إن هم يسيبوا صناعة الأغذية ويشاركوه في المصنع. وتحول مصنع المشروبات من قبل ما يفتح لمصنع فانتازيا اللي بقى من أشهر مصانع المراتب في مصر. فده يشجعه أكتر إنه يصنع كل حاجة تخص المراتب من الصفر. وفعلا عمل مصنع حديد ومصنع قماش ومصنع إسفنج. وبالمناسبة صناعة الإسفنج نفسه دي حاجة مش سهلة، لكن عشان أحمد كان عنده إصرار إنه يبقى مميز في كل حاجة، فضل لمدة 2 كاملين يتعلم يعني إيه إسفنج ويدرس كيمياء لغاية ما عمل المصنع، اللي بالمناسبة يبقى أكبر مصنع متكامل للإسفنج في الدلتا كلها. وطبعا أهم حاجة هي دراسة الأسواق اللي حواليك، عشان كده كان بيسافر الصين وتركيا وغيرهم عشان يعمل دراسة عن تصنيع المراتب في البلاد المختلفة. لغاية ما وصلت فانتازيا النهاردة إن بقى عندها 34 فرع و107 وكيل على مستوى الجمهورية، وبيصدروا ل 15 دولة عربية وإفريقية. وكمان بقى بيستورد المواد الخام اللي بيستخدموها في تصنيع المراتب زي الغيرة اللزق وبلاستيك التغليف، وبدأ يبيعها للمصانع والورش الصغيرة في مصر. بيقول أحمد إن واحد من أهم أسباب نجاح فانتازيا إنه صمم يشتغل في الأوقات الصعبة، لدرجة إن في عز بهدلة 2020 قرر يدخل أول خط إنتاج للمراتب الرول في الشرق الأوسط كله، واللي كسرت الدنيا وقتها، بالرغم من إن كل اللي حواليه كانوا مش موافقينه. لكن السر الحقيقي ورا نجاح أحمد هو دعم والده ليه. كان مقوي قلبه ودايما يشجعه على أي خطوة بيفكر فيها، عكس أبهات كتير بيبقوا خايفين إن الشاب ياخد الفلوس يضيعها مثلا. لكن والده كان مآمن بيه وواثق إنه في يوم من الأيام هيبقى شخص ناجح. وبالرغم من كل اللي حققه، لكن أحمد عمره ما نسي أصله ولا أهله وناسه. عشان كده هتلاقيه مشغل معاه أكتر من 400 عامل من أهل قريته. ده غير إنه عمره ما اتأخر عن مساعدة أي حد، حتى لو الشخص ده منافس ليه في السوق. أحمد الشافعي كاتب على ورقة بخط إيده
سنقوم بتطوير مفهوم المراتب في الوطن العربي، وحاططها على الحيطة في مكتبه علشان يفكر نفسه كل شوية هو في المكان ده علشان يحقق ايه. راجل بكل بساطة حط لنفسه هدف وبدأ يشتغل عليه من غير ما يدور على شماعة الظروف ويقعد يتلكك بيها.